استقر نادي فاركو على تعيين المدرب طارق العشري مدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيل أحمد خطاب بعد تراجع مستوى الفريق بشكل كبير في الفترة الأخيرة. ورغم إعلان التعاقد مع طارق العشري رسميا، فإن موقفه من قيادة الفريق فنيا مازال محل تساؤل بسبب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم التي قد تعيق توليه المهمة خلال الموسم الجاري. وتشير لوائح اتحاد الكرة المصري إلى أنه لا يحق لأي مدير فني فسخ تعاقده مع نادي ما قبل أن يتولى تدريب فريق آخر في نفس المسابقة خلال الموسم نفسه، إلا في حال كان هناك إنهاء التعاقد قد تم بقرار من النادي وليس بطلب من المدرب. وتأتي هذه الأزمة في ظل اعتذار طارق العشري منذ أيام قليلة عن عدم استكمال مهمته مع الإسماعيلي خلال الموسم الحالي، وهو ما قد يضع تحت طائلة اللائحة، إذ اعتبر رحيله بمثابة استقالة. وبالتالي فإن إمكانية قيادة العشري لنادي فاركو تتوقف على طبيعة إنهاء تعاقده مع الإسماعيلي، إذ يشترط أن يكون قد رحل بقرار من إدارة النادي وهو الإقالة وليس اعتذار أو استقالة، حتى يسمح له بتولي تدريب فاركو بشكل رسمي وفقا للوائح المنظمة للمسابقة المحلية.